السعادة، الروقان، كل حاجة حلوة. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير على قناتي النهاردة، لأن بجد لو معملتهاش هيفوتك كثير من البهجة والسعادة. عايز أتكلم عن حاجة مهمة جدا 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 حلقة النهاردة بجد. الحاجة اللي أنا هقولها دي هي جذور التعاسة، وإن أغلبية الناس، نسبة كبيرة جدا من الناس تعيسة عشان مش عشان المعلومة اللي هقولها في الحلقة دي، وإن هي مش بتطبق صح. إيه هي بقى؟ معظم الناس في حالة عدم رضا، معظم الناس في حالة استياء. تيجي مثلا تسأل حد يقول لك الحمد لله، بس الدنيا الظروف، الحمد لله، بس مش عارف ايه كذا كذا، بس كذا. يعني الناس بجد مش عندها حالة استياء، عندها حالة استياء وعدم رضا. انا عايز اقول لك اللي هيدخلك الجنة في الارض، والسعادة في الارض وفي الاخرة، اساسي ان انت تكون راضي. حتى لو انت صدقني معاك ملايين. على فكرة، انا شفت ناس معاها ملايين بل مليارات، بس عايشين حياتهم جحيم. ليه؟ لان في افكار هم رافضينها، او في حاجة في حياتهم هم رافضينها. عايز اقولك على حاجة جميلة جدا عن ربنا. اولا، ربنا جميل جدا. ربنا مش بيسمح لأي حاجة تحصل إلا لصالحك، مهما كانت الحاجة دي مش عاجباك، لأن أنت عقلك لسه صغير، أنت مش قادر تفهم. ربنا بيقول في القرآن آية فيها معناها، آم، آية في القرآن فيها معناها إن هو إيه، يعني في قول لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مش علينا. فأنت لو أنت بتحصل لك حاجة أنت رافضها، أنت كده هتعيش العذاب في الأرض صدقني، ومش هتوصل لأي حاجة غير لما تغير القناعات السلبية اللي جواك، وتبتدي تحب وترضى الشيء اللي انت فيه وتمتن لربنا. لأن ربنا قال في القرآن آية فيها معناها برضه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طيب، ازاي انت ترضى؟ واحد يقول لي ازاي يرضى وانا مثلا مثلا ماديا مش قوي؟ ازاي ارضى وانا مثلا حاصل لي اي مشكله في حياتي؟ يوم احنا بنسميها مشكله لكن هي مش مشكله. هقول لك على حاجتين. الحاجه الاولانيه، ان اي مشكله بتحصل في حياتك اصلا ما بيكونش سببها ربنا، بيبقى سببها انت. تمام. ربنا بيجيب الخير بس. تمام. طيب، لما انت بيحصل لك بقى اي حاجه، ربنا بيأذن ان الحاجة دي تحصل، عشان هو رب. كلمة رب يعني بيربيك بيعلمك. احنا جايين يا جماعة، الحياة دي عبارة عن مدرسة روحية، احنا نتعلم وننمو فيها. واي قدر بيجيلك الهدف منه ان انت تقوى وتتعلم وتبقى افضل وكده. تمام. طيب، انا عايزك بس تتخيل او تفكر معايا، بلاش تتخيل، قد ايه مامتك بتحبك، قد ايه مامتك اكتر انسانة بتعمل لك الصالح. طب مامتك بتحبك واكتر انسانة بتعمل لك الصالح، هتسمح لحاجة تحصل لك تبقى مش لصالحك او مش ليك؟ اكيد لا. طب استغفر الله العظيم بقى، فما بالك الله، ما بالك الله لما حاجة بتحصل لك. تمام. مهما كانت الحاجة دي انت تقدر تتخطاها، بس كلمة السر ان انت ترضى وتشكر الله، وتشكر الله. انت لازم تتعرف على ربنا وتعرف قد ايه هو حنون وجميل وبيحبك، واي حاجة بتحصل لك بتبقى ليك. فانت منظورك بقى للي بيحصل لك ما يبقاش انا متضايق وانا زعلان اللي حصل لي كذا، او تقارن او كده. ما ينفعش ان انت تقارن حياتك بحياة حد، لان كل انسان مننا
حتى بصمتك مش زي بصمة أخوك، حتى لو أنتوا 2 توائم، وربنا بيبقى فيه خطة، بيبقى حاطط خطة لحياة كل واحد فينا. فما ينفعش أنت تقارن بحياتك بحياة حد، ممكن حد أنت بتقارن حياتك فيه بيبقى أنت عندك حاجة مش موجودة عنده هو نفسه فيها. تمام؟ طيب دلوقتي إزاي أرضى؟ طب قُل لي إيه هي الكلمة يعني اللي أنا أو الحاجة اللي تخلّيني إن أنا أرضى؟ رقم الكلمة السرية اللي هتخلّيك ترضى هي إن أنت تمتن لربنا، تقول له يا رب شكرًا على الموقف اللي حصل لي دوّة، وأكيد الموقف دوّة جاي لي عشان أتعلم حاجة كذا، 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 كذا. هتحس بإن أنت في حاجة كانت مقفولة جواك اتفتحت، هتحس إن أنت ابتديت تفهم، لأن دايمًا ربنا بيبعت لك كل حاجة لصح، فلما تبتدي تفهم هتبتدي تتخطى الحاجة اللي أنت فيها دي، وهتبتدي تتعلم، وهتبتدي حياتك هيبقى فيها سريان أو تدفق أو جريان أو كل حاجة حلوة. تمام؟ لكن أنت لو فضلت مش راضي أنت اللي هتتعذب. ربنا مش في حاجة لنا، احنا اللي طول الوقت في حاجة له. فأنت دايما خليك راضي. صدقوني يا جماعة، مهما انت خدت من الحياة من الخارج وانت مش راضي ومش سعيد، مش هتبقى سعيد. صدقوني، بدليل المشاكل النفسية، في ناس بيبقى عندها مشاكل نفسية، ده في ناس انا قريت عنهم مشهورين جدا وكان عندهم نجاحات رهيبة وعندهم اكتئاب شديد وانتحروا. فهي الحالة الداخلية بتاعتك، وانت عمرك ما هتكون انت في حالة سعادة او في حالة رضا غير لما تؤمن ان في قوة اكبر منك هي اللي بتوجه حياتك وتتبع القوة دي. حتى الاجانب اللي هم مش بيؤمنوا كده، والعلماء النفس وتجاربهم قال لك لا، عشان الانسان يبقى عنده صحة نفسية لازم يؤمن، لازم يبقى في حاجة ان في قوة اكبر منه بيتبعها. فانت لازم تبقى تعرف ان في قوة اكبر منك، انت لازم ان انت تتبعها، ولازم ان انت تبقى في حالة رضا وفي حالة امتنان. وهترضى لما تتعرف على ربنا وتعرف قد ايه انه جميل، وتعرف قد ايه ان هو مش هو سبب مشكلتك، لا انت سببها، بس هو سمح ان اي حاجة تحصل لك عشان هو عايزك تبقى اجمل وتتطور وتبقى افضل وتبقى نسخة جميلة اكتر من اللي انت فيها دي. وده بقى التزكية، ان انت بتتزكى. الناس فاكرة الزكاة انت بتدي فلوس وبس، لا، التزكية تطوير. وقد افلح من زكاها، طول الوقت انت بتزكي نفسك، بتطور نفسك، بتبقى في حالة امتنان، بتبقى في حالة شكر. صدقوني يا جماعة، الرضا حاجة سحرية هتغير حياتك. لو انتي متجوزة وجوزك مثلا انت شايفة فيه عيوب ومش شايفة فيه مميزات، اشكري ربنا اللي انت عندك زوج وغيرك مش ما اتجوزتش لسه. اشكري ربنا على انه في حتى لو ميزة واحدة، هتلاقي الدنيا كلها تبتدي تتغير. لو انت قاعد مستاء عشان عندك شغل والشغل بتاعك ما بيجيبلكش فلوس وكده، اشكر ربنا ان انت عندك شغل وبيجيب لك فلوس وغيرك مش عنده. لو انت شاب لسه ما اتزوجتش ومتضايق انا بكبر في السن وما اتجوزتش، اشكر ربنا ان انت عندك وقت كتير تقدر تخرج وتتفسح، وتقدر تشكر ربنا انت تقدر تعمل فلوس، وان انت تقدر لسه قدامك الحياة وكده. فانت يعني خليك دايما في حالة رضا وفي حالة امتنان جميلة جميلة جميلة، هتخلي حياتك والله جنة. والله العظيم هتخلي حياتك جنة بمعنى الكلمة. أصلا المشاكل النفسية والاضطرابات النفسية كلها سببها إن أنا برفض. الناس اللي بيجولها ترومات
يقول لك انا ابويا عمل لي كذا في الماضي، ولا امي ولا اسرتي ولا حصل لي كذا. جذور كل الصدمات النفسية او الترومات او المشاكل النفسية ان هم مش متقبلين اهلهم، بيرفضوا. لكن لما انت تقبل وتعرف ان ربنا حاطط خطة لحياتك من اول يوم انت بتتولد فيه وتيجي للحياة لاخر يوم، انت لازم تتبع الخطة دي. الناس بجد اللي ما بترضاش هي اللي حالتها بتبقى سيء، أسوأ 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 أسوأ، وهم اللي بيكونوا بعدوا عن الخطة اللي ربنا حاططها لهم، وهم اللي بيكونوا بيدمروا نفسهم بنفسهم. لكن مع الرضا هيجيلك كده انشراح في الصدر، هيجيلك كده طمأنينة، هيجيلك كده سعادة، هيجيلك كده حب. تخيل كده والله المثل الأعلى، استغفر الله العظيم، إن في أب، أنت كل شوية باباك مثلا قالك اعمل كذا وكذا مثلا، أو اعمل قالك ما تخرجش أو همنعك من كذا، وأنت قلت له حاضر يا بابا، أنا عارف إن أنت بتحبني وبتعمل ده لمصلحتي وأنا بشكرك. باباك هيعمل لك إيه؟ هيبقى فرحان بيك ويكافئك. طب انت لو ليك لو ابن بقى تاني قال له لا ومش عارف ايه، واشمعنى أنا اللي بيحصل لي، طب اشمعنى ابنك التاني، طب كذا طب كذا طب كذا طب كذا، هيعمل ايه؟ هو بيدمر نفسه كده. ده لو بشري عادي، فما بالك بقى ربنا استغفر الله العظيم فما بالله المثل الاعلى. لازم تبقى انت طول الوقت في حالة رضا، واعرف اللي انت فيه دلوقتي هو احسن حاجة ليك، بس انت تفكيرك ضيق. انت عايز تقود الحياة بدماغك، مش بتستسلم للقوة اللي هي اكبر منك. فشايل الهم، الناس اللي شايلة الهم الفلوس، وشايلة هم الرزق، وشايلة هم ولادي هيعملوا ايه، وشايلة هم المصاريف. انت ناسي ان في قوة اكبر منك هي اللي بتقود حياتك. طب غير كده وارضى وشوف. تمام، ارضى وشوف. ولو انت شفت الحلقة دي وجيت لحد هنا، صدقني مش صدفة، صدقني مش صدفة. انا بكلمك انت، انت يا اللي سامعني، وبكلمك انت يا اللي سامعاني. لو وصلتوا لحد هنا مش صدفة، ده جزء من القدر بتاع ربنا، ان انت تيجي تسمع ده او ان انت تيجي تسمعي دي، عشان الحتة اللي انت مش راضية عنها، او الحتة اللي انت مش راضي عنها ترضى عنها، وتبقى في حالة رضا جميل وامتنان ومشاعر جميلة. الحلقة دي يا جماعة كنز، أرجوكوا ما تشوفوش الحلقاتي، وخصوصا وكل حلقاتي والحلقة دي كمان، وتبقوا زي اللي بيسمعوا من هنا وبيطلعوا من هنا وبيعيشوا نفس الألم والحياة اللي فيها عذاب. لأ، ربنا بيديلك حاجات جميلة، طبق وعيش، وافتكر دايما ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإيه في معناها عذابي أليم. كلمة عذاب في القرآن تساوي كل المشاكل النفسية. الناس اللي بتتعذب في حياتها لأن هي بتعمل حاجات ضد عكس اللي ربنا قال عليها. المشكلة مش مشكلة فيك انت يا حبيب قلبي. ابتدي انت اعمل حاجات حلوة. ربنا بيحب المحسنين، الناس اللي بيعاملوا بعض بطريقة حلوة، أعامل الناس بطريقة حلوة. ربنا قال لك كل الناس حسنى، قول للناس كلام جميل امتدحهم. ربنا بيقول لك اغفر وسامح، طب خلاص أنا هغفر وسامح. ربنا بيقول لك تصدق تصدق. اعمل كل حاجة حلوة. وعلى فكرة العلم الحديث دلوقتي بيثبت كده، كل ما انت بقيت محب، كل ما بقيت انت بتعمل خير كتير، كل ما بقيت انت بتطبطب على الناس، كل ما انت بتتصدق، انت في هرمونات في جسمك. هرمون الاكسيتوسين ده هرمون الحب بيتفرز بس بعمل الخير او العطاء. تخيل ان كل الهرمونات اللي في جسمك ممكن يتفرز باكلات، الا هرمون الحب ده او الاكسيتوسين ده بيتفرز بايه؟ بيتفرز بالعطاء وبالحب. فانا عايز اقول لكم بجد ان انا بحبكم قوي يا جماعة.
استغل كل لحظة إن أنت تحب اللي حواليك، قُل لباباك أنا باحبك، قُل لمامتك، قُل لاخواتك، ولو أنت راجل لإن أنا عارف إن الرجالة إيه، إحنا عندنا قناعات سلبية كده، باقول لك إيه، هاقول لمراتي إن أنا باحبها، يا عم ده هتفتكرني شيخوخة وهتركبني وهتستضعفني، لأ دي قناعة سلبية. أنت راجل قُل لزوجتك أنا باحبِّك، قُل لأولادك أنا باحبك، جسِّد أنت الصفات الجميلة، وشوف أنت ساعتها حياتك هتبقى جميلة أوي، 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 ما تحرمش نفسك من السعادة. ولو أنت شُفت الحلقة دي اعرف إن مش صدفة، دي رسالة ليك أو ليكِ اللي بتسمعوني. متنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب عشان ننشر الخير، مش عشاني أنا ولا حاجة، مش عشان الإيجو ده ولا حاجة، عشان ننشر القيمة وننشر نقدر نساعد أكبر قدر من الناس وننشر التفاؤل الجميل. باحبكم أوي، أشوفكم إن شاء الله بإذن الله في حلقات جاية. باقول لكم إيه، أنتم لسه مبوظين، اضحك يا عم أنت وهو. سلام.